مفيش أسهل من وصفات الجلاش وبالأخص الوصفة دي، وطريقة التحضير مفيش أسهل ولا أبسط من كده. نقطع الجلاش ندخله الفرن وبعد كده نحشيه بالقشطة وخلاص كده خلص، بس طعمه في النهاية يجنن. تعالوا نحضر وربات الجلاش بأسهل طريقة والنتيجة هتعجبكم جدا. يلا بينا نشوف الطريقة على طول مع بعض. أول حاجة هنجهزها هي القشطة علشان محتاجينها تكون باردة. كوبايتين كبار من الحليب البارد، معلقتين كبار من الدقيق، معلقتين كبار من النشا، ومعلقتين كبار بس من السكر، ما تكتروش عن كده. لازم نقلب الأول على البارد لحد ما النشا والدقيق يدوبوا تماما. نرفع الحلة على النار درجة حرارة متوسطة، نستمر كده في التقليب علشان القشطة ما يكونش فيها أي تكتلات خالص وتكون ناعمة معانا. أول ما القوام يتقل هضيف معلقة كبيرة من الزبدة والفانيليا وارجع أقلب تقليبة لحد ما الزبدة تدوب معايا. لازم القوام بتاع القشطة وهو على النار يكون تقيل جدا بنفس الشكل ده. أنقلها بقى كده في طبق تاني وأغطيها بورق البلاستيك علشان ما تعملش أي قشرة وأسيبها تبرد شوية، وبعد كده أدخلها التلاجة. بعد ما تبرد تماما أضربها كده بمضرب الكهرباء لمدة دقيقة. ونزود بقى الطعم الحلو بتاعها، هضيف كوبايه كبيره من القشطه الجاهزه او قشطه وش اللبن، نص كوبايه من الجبنه الكريمي او 5 مكعبات من الجبنه المثلثات، وباكت واحد من الكريم شانتيه الجاهز، وارجع اضرب الكريمه كويس جدا. هننزل بقى الجوانب علشان القشطه في النهايه ما يكونش فيها اي بودر من الكريم شانتيه، وارجع بقى اخفق الكريمه لحد ما قوامها يتقل معايا بنفس الشكل ده واشيلها في التلاجة. معايا باكت كامل من الجلاش، يفضل يكون نوع كويس جدا. لازم بقى كده نقيسه من فوق، يفضل يعني ان احنا نقيسه من فوق علشان ما نهدرش منه كميه كبيره. انا قسته كده وهيعمل معايا 4 صفوف، وبعد كده هقسمه كده بالطول بنفس الشكل ده. الطريقه ديت بتساعدنا ان احنا ما نهدرش كتير من الجلاش. كده خلاص قطعت بقى الجلاش. انا عامه استخدمت 2 باكت من الجلاش، وبعد كده كل صف هاخده واقسمه كده على شكل المثلث. الطريقه دي سهله وبسيطه جدا ومش بتاخد مجهود خالص، وعلشان احنا بقى قسناه من الاول كده وظبطنا المقاس بتاعه مش هيهدر معانا اي كميه من الجلاش. صينيه بقى وفيها ورق من الزبده، وارصص كده مثلثات الجلاش بنفس الشكل دوت علشان ما ياخدش بس مساحه في الصينيه. كده خلاص الجلاش بقى جاهز. معايا نص كوبايه من الزبده السائله وعليها ربع كوبايه بس من الزيت. انا بحب استخدم الزبده في وصفات الجلاش وخاصه الحلوه علشان طعم الجلاش بيكون حلو جدا وبيديله قرمشه حلوه جدا وريحه كمان حلوه قوي. هنغرق بقى الجلاش، مش هندهن من فوق بس، لازم نغرقه علشان يبقى مقرمش معانا ومورق كمان معانا. هيدخل فرن درجة حرارة متوسطة لمدة 10 دقايق بالظبط. لازم كده نراقبه لأن هو بياخد لون بسرعة، ياخد لون من تحت، نشغل الشواية ياخد اللون الجميل اللي انتوا شايفينه دوت، وخلاص كده الجلاش بقى جاهز. أنا هستخدم أكياس الحلواني علشان نحط فيها القشطة، ممكن تستخدموا معلقة أو سكينة زي ما انتوا عاوزين. قوام القشطة كمان بعد ما كان في التلاجة بقى تقيل ومظبوط جدا. اخد بقى كده مثلثات الجلاش واحاول كده اقسمها بالنص، اقسموها بالراحه لان الجلاش بيتكسر بسرعه، وبعد كده هنحط كميه من القشطه. شوفوا بقى قوام القشطه مظبوط ازاي. ما تملوش بقى كده مثلثات الجلاش بالقشطه علشان ما تطلعش من بره. وخلاص كده خلصت كله. بعد كده هسقيه بقى بالشربات اللي انا جهزته معاكم في الريل اللي فات، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت الفيديو. لازم القوام بتاعه يكون متوسط او يكون تقيل، زي انتوا بجوز الهند وبالسوداني. وخلاص كده وربات الجلاش بقت جاهزه، سهله جدا وبسيطه وما اخدتش وقت، بس حقيقي طعمها حلو جدا والسكر فيها مظبوط جدا جدا. وبس كده وصفه النهارده خلصت. اتمنى ان الوصفه تكون سهله وبسيطه عليكم. بألف هنا وشفا وباي باي.